اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل معاكم طريقه جديده جدا وجميله. إيه لعمايل البيتزا البيتي احسن من الجاهزه 50 مره. حتى كفايه ان انتي اللي عاملاها بايديكي لاولادك وضامنه كل حاجه فيها نظيفه ومغسوله، ويعني عارفه ان انتي عامله كل حاجه بايديكي. طبعا بتبقى ليها طعم تاني وشكل تاني جدا احلى من بره بكتير. وعايزين نعود ولادنا ان هم ياكلوا كل حاجه من البيت، ما نعودهمش على اكل بره، علشان طبعا انتوا عارفين ان اكل بره ده مش صحي خالص. والله اعلم هما بيعملوا الحاجات دي ازاي. فيعني لازم نعمل كل حاجه في البيت لاولادنا وخليهم يحبوها وهم اللي يطلبوها منك على طول بطعمها وجمالها. طبعا ده كاتشب عادي ممكن بنشتريه، وفيه مايونيز اللي حابب، وطبعا جبنا معاه حاجة ساقعة كده. يعني ايه، قلنا ندلع الوصفة كده. والبيتزا دي يعني عمايلها سهلة جدا جدا ومش صعبة. للناس اللي فاكرة ان عمايل البيتزا صعبة، يا جماعة والله اسهل منها مفيش خالص. معانا طبعا معانا كيلو دقيق، ومعانا معلقة كبيرة مليانة خميرة، ومعانا معلقة سكر. يا دي الدقيق اللي انا بستعمله كريستال، او انت حابة تستعملي اي نوع دقيق مفيش اي مشاكل. اهو معانا كيلو دقيق كريستال اهو. طبعا لازم ننخل الدقيق كويس علشان تبقى الحاجة بتاعتنا كلها مظبوطة زي ما انتوا شايفين. طبعا الشتا بتحب المخبوزات جدا جدا وبتحب تدفي المكان كده، وانا بحب جدا اعمل مخبوزات كتيره في الشتاء. يعني بعشق المخبوزات في الشتاء. طبعا حطينا الكيلو دقيق ومعلقه الخميره الكبيره، ومعاها معلقه سكر ودوبناهم في كوبايه ميه دافيه، ونزلنا بنص كوبايه زيت. وانا بعجن قدامكم اهو بميه، ونحط معلقتين لبن بودره. لو متوفر عندك معلقتين لبن بودرة تحطي، مش متوفر خالص خلاص ما بحطش زبادي. هي دي عجينتي للبيتزا، ما بحطش اي اضافات تانية خالص. في ناس بتحط اضافات تانية، بس انا هي دي العجينة بتاعتي بتاعت البيتزا. بتبقى ملزقة شوية كده، انا عايزاها تبقى ملزقة علشان ما تبقاش ناشفة، ولما ندخلها الفرن تشقق منك متبقاش مظبوطة. ما تنشفيش عجينة البيتزا، لان لما تنشفي عجينة البيتزا جامد بتخش الفرن معاكي بتشقق وما بتبقاش شكلها لطيف خالص. انا عايزاها التلزيقة بتاعتها دي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هي دلوقتي سبتها، طبعا غطيتها وسبتها خمرت حوالي ساعة ونص، لأن طبعا الدنيا شتا ودفتها جامد. وطبعا معانا بقى انواع الجبنة، معانا الجبنة تشيدر والموتزاريلا، ومعانا الميكس، ومعانا يعني ايه انواع الجبن اللي انت تستعمليها في البيتزا. ومعانا الفراخ، ومعانا طبعا الفلفل الالوان والبصل والطماطم. ومعانا صلصة البيتزا انا عملتها معاكم قبل كده، اللي هي طماطم وتوم وزيت وزعتر، بحطهم على البوتاجاز ياخدوا غلوة، بعدين بضربهم بالهاند بلندر او بالخلاط واحط عليهم زيت، واحط بقى فلفل اسود وملح، وبظبط بقى الدنيا كده. لو عندك زيت زيتون حطي زيت زيتون، ما عندكيش يبقى زيت ذرة عادي. مفيش اي مشاكل في الوصفة، كله موجود وكله بيدي نفس الطعم ونفس النكهة للوصفة بتاعتك. طبعا احنا دلوقتي بنفرد بقى العجينة بتاعتنا على قد الصينية بتقلي يعني تعملي فيها. عايزة تعملي ميني بيتزا اعملي، عايزة تعمليها مدورة اعمليها، عايزة تعمليها مربعة اعملي، ايه الشكل اللي يريحك اعمليه. وعايزة تعمليها اللي هي مثلا المقفولة، اللي تحطي قطعة العجين وتقفلي عليها الحشوة وعادي برضو مفيش مشاكل. كله بيعمل وصفة البيتزا. طبعا الصينية بتاعتي مدهونة زيت، لازم اساسي دهنة بسيطة جدا جدا من الزيت. وبجيب شوكة واخرم العجينة علشان ما تنتفخش معايا وتبقى تقلب معايا حاجة تانية خالص انا مش عايزاها. لازم تعملي الشوكة دي او بخلة الاسنان، اي حاجة تخرمي، بس الشوكة اسهل بتظبط معاكي الدنيا علشان ما تقلبش معانا عيش في الفرن يا جماعة. شايفين انا مخرمة البيتزا بتاعتي كلها، وبدي دهنة صلصة. ينزل بقى بالحشوة، ممكن فراخ مفرومة معصجة، لحمة معصجة، تونة متصفية من الزيت اللي هي فيه. تحطي الميكس جبن بس كده، يعني اللي يريحك. دي طبعا الفراخ اهي. دي بفراخ بس انا مكتره فيها الفلفل الاسود، لان طبعا احنا بنعشق الولاد بيحبوا الفلفل الاسود جدا في الوصفه. بيخلي الوصفه يعني طعمها جميل جدا جدا. وممكن تعملي البيتزا واحدة يعني نص فراخ نص لحمة، نص تونة نص فراخ. تعملي لانشون يعني تظبطي البيتزا بتاعتك. ممكن تعملي البيتزا الواحدة تعمليها 4
يعني تغيري تعملي ربع لحمة وربع فراخ، ربع لانشون وربع تونة في بيتزا واحدة بس تكون كبيرة شوية. هتاخد برضو معاكي طبعا ده الفلفل الألوان، عليهم البصل وعليهم الطماطم، بعملهم كلهم بقطعهم بالسكينة مع بعض واجي مقلباهم واجي احطهم في مصفى بحيث لو في اي مية من الطماطم او من الفلفل او من اي حاجة تنزل كلها. مخليش العجينة بتاعتي بتيجي عليها مية. دي برضو خطوة اساسية في البيتزا يا جماعة. لما تقطعوا الفلفل والطماطم والبصل حطوه في مصفى حوالي نص ساعة ينزل اي مية. في طبعا الخضار كله فيه مية، فاحنا لازم ننزل المية اللي في الخضار عشان ما تبلش مني العجينة وتبوظ مني الوصفة بتاعتي. طبعا انا بستعمل الحمد جبن الموتزاريلا او الشيدر او الميكس الحمد، فجميلة جدا يا جماعة والله. اللي بيحب اللي عايز يجربها جميلة جدا ومش غالية خالص. يعني بجيب حوالي الأربع أكياس بيبقوا ب105 أو ب110. مش عارفة بقى دلوقتي أنا أدي لي فترة ما جبتهمش، فأنا مش عارفة بقى. هو يعني بتاع حوالي شهر كده ما جبتهمش، فمش عارفة ايه هي غلت تاني ولا لأ. طبعا كل يوم ربنا يستر يا رب على الناس جميعا. كل يوم غالي والأسعار بيخلي الحاجة ما يقدرش يحدد التمن الحاجة. طبعا كل يوم الأسعار بترفع. حتى لما بيجي لي شغل ما برضاش أدي للزبون تمن غير لما بنزل اشتري الخامات الأول واجي أديله تمن، لأن طبعا أنا بجيب النهاردة الحاجة بصبح تاني يوم أجيبها بلقى طبعا السعر رفع. خلينا بقى نرجع للبيتزا بتاعتنا. شايفين شكلها جميل جدا جدا. طبعا انا حطيت عليها بقى الجبن والحشوة بتاعتي، والفرن بتاعي دلوقتي سخن جدا على 180 درجة. وهبدأ بقى ادخل البيتزا بتاعتي الفرن علشان ناخد التسوية المظبوطة. وبلاش نحمر وش البيتزا يا جماعة، بلاش نحمر وش البيتزا. اول ما الحرف بتاعي خلاص يحمر كده بعرف ان هي خلاص مش عايزه اي حاجه تاني، وبخرجها بقى من الفرن واقطعها بقى هي سخنه كده بسكينه. بقطعت البيتزا بالمخرطه زي ما انت حابه تقطعيها مفيش اي مشاكل. وادي شكل النهائي بتاع البيتزا، شكله جميل جدا بعد ما طلعت من الفرن يا جماعه والله العظيم. يعني طعمها فعلا فيه روايح البيت كده وجمال. شايفين المطه بتاعت الجبنه بتاعتنا اهي، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. مهما كانت يعني احنا حاجتنا في البيت بتبقى انضف واجمل واحلى من بره 100 مره. ولادك هيحبوها جدا جدا. ممكن تعمليها ميني بيتزا ولادك ياخدوها المدرسه مفيش اي مشاكل. زي ما قلت لك اي عايزه تعمليها مربعه مدوره اي حاجه، المهم ان هي تطلع بالشكل الجميل ده. والطعم كمان كان تحفه جدا ورائع. يا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.